تحية عطيرة، صباح الخير. إذا مداخلة بعنوان كيف تكتب مقالة في الفلسفة. بادئ ذي بدء ما لا يجب فعله، ما ينبغي تجنبه من أخطاء بيداغوجية في فهم الموضوع، فهم مشكل الموضوع والكتابة، تحرير. ثم أن تبدأ الأمور الجدية بعد ذلك، والمهارات التي يجدر أن تتوفر في المقالة الفلسفة من إشكالية وعناصر مراجع فلسفية ورهانات. نبدأ أولا الهدف الأساسي صياغة إشكالية المقالة الفلسفية. إذن المطلب الأساسي للمقالة الفلسفية هو صياغة الإشكالية الخاصة بالموضوع الذي يتعين عليك التعامل معه. لكن ما هي الإشكالية؟ الإشكالية هي كل المشاكل المتعلقة بالسؤال والتي تمنع الإجابة عليه بصورة فورية وعامية. بمعنى آخر، إنها مجموعة المشكلات التي تواجهها حتما إذا كنت تريد إعطاء إجابة واضحة ودقيقة على السؤال المطروح. يتم تقديم موضوعات مقالات للفلسفة بشكل أساسي في شكل سؤال يدعو إلى الإجابة. مثلا، لا أخذ مثال، هل يمكننا عصيان القانون؟ هذا الموضوع الذي سوف نأخذه كمثال، لكن هناك أيضا موضوعات تعتبر إجابتها بديل. هل الوعي مصدر الحرية أم من العبودية؟ بين الشروط التي يجب عليك الاختيار. هناك مواضيع جوابها مفتوح، ما الذي يجب احترامها، لكن هذه المواضيع أصبحت نادرة بشكل متزايد في الامتحانات، ولأن علاجها أكثر صعوبة بشكل ملحوظ، فلن نناقشها هنا. بالطبع لديك كل الحق لتأهيل إجابتك، ولكن بشروط معينة. في كلتا الحالتين من الضروري تجنب الأطروحة، النقيض وخطة التركيب. ثانيا، كيف يمكن العثور على الإشكالية؟ أولا، توضيح المعاني العامة والمفاهيم الخاصة بالموضوع. يجب أن يحظى معنى الكلمات في بيان الموضوع باهتمامك أولا. هذا يعني المفهوم بطريقة دقيقة على المستوى ربما العامي أو الأدبي والفلسفي، وربما العلمي. يمكن للكلمات أن تكون متعددة المعاني، لها عدة معاني، وهذه الاختلاف في معناها يمكن أن يعطي معنى مختلف تماما للموضوع. يمكن أن يكون شكل الكلام غامضا أيضا. على سبيل المثال، هل يمكن أن يكون هناك حكم على التاريخ كمثال لموضوع؟ يمكن فهم اعتمادا على القيمة المعطاة لحرف الجر، مضاف موضوعي أو مضاف ذاتي، على النحو التالي: هل يمكن الحكم على التاريخ؟ أو مثل: هل يمكن للتاريخ أن يحكم علينا؟ لذلك يجب أن تتوصل إلى صياغة واحدة أو أكثر الموضوع دون غموض. لاحظ مع ذلك أن إعادة صياغة الموضوع لا يعني أنه قد تم طرحه للإشكالية. لهذا هناك عدة أدوات تحت تصرفك: أصل الكلمة إذا كان معروف، المرادفات المحتملة، مع مراعاة الفوارق الدقيقة التي تفصل بين القيم المختلفة المتضمنة في الكلمات، ثم المصطلحات ذات السلة التي يمكن المرء أن يقيم علاقات معها، ثم العكس عندما يكون المصطلح له نقيض أو عدة نقيضات، يعني كلمات مضادة، ثم التعبيرات اللغوية الشائعة التي تستخدم الكلمة بمعنى قريب جدا من الموضوع. وبالتالي لو نأخذ مثال موضوعنا، يعني عصيان القانون، إن مصطلح القانون يشير إلى 3 معاني مميزة على الأقل. القانون هو أول قبل كل شيء قاعدة يضعها الناس أو الملوك أو المشرعون للحفاظ على المجتمع وتنظيمه، يعني وفق حق ربما وضعي. ومن ثم بالمعنى الأخلاقي أيضا، هذا بالمعنى السياسي، فإن القانون وقاعدة نشاطنا الحر هي التي يطلب منا بموجب التصرف وفقا للعقل الصحيح، القانون الأخلاقي. أخيرا، القانون هو تعبير عن علاقة الضرورية المستمدة من طبيعة الأشياء، كل من القواعد التي تخضع لهذا هو الطبيعة. هنا نتحدث عن قانون الطبيعة أو القانون العلمي. ومع ذلك، اعتمادا على المعنى المحتفظ به، من الواضح أن البيان له نفس المعنى. أن نتساءل عما إذا كان المرء يستطيع عصيان القانون العلمي، هو التساؤل عما إذا كان البشر يخضعون مثل كل شيء في الطبيعة لجميع قوانين الطبيعة. بمعنى آخر، ما إذا كان يمكن اختزال سلوك البشر إلى قوانين فيزيائية كيميائية. يعني بمعنى آخر، فإن التساؤل عما إذا كان بإمكان المرء أن يخالف القانون هو تشكيك في شرعية ما يسمى بالعصيان المدني.
وبالتالي التفكير في فكرة العدالة فيما هو عادل، أم يجب على المرء أن يطيع ظلما واضحا. القانون باسم ماذا يمكن المرء أن يحكم على أن القانون عادل أو غير عادل وما إلى ذلك. لذلك يمكن أن نرى أنه اعتمادا على مجال التفكير، فإن المشكلة ليس هي نفس على الإطلاق بين المجال السياسي والمجال الأخلاقي والمجال العلمي الطبيعي. يبدو من الصعب التعامل مع جانبي السؤال في نفس التخصص، لذلك الاختيار ضروري ويجب عليك تبريره. بنفس الطريقة فإن التعبير يمكن يعين إما قدرة أو يعين إما قدرة أو ملكة أو تصريحا. لذلك يمكن فهم العبارة بطريقتين: هل لدينا القدرة على عصيان القانون، أو هل لدينا الحق في عصيان القانون. العبارة الأولى التي لا تحظى باهتمام كبير، كل شخص لديه القدرة على خرق القانون بالمعنى يعني القانوني. ممكن أن نستنتج أن يعني العبارة الثانية التي يجب أن يركز عليها التفكير. بعد ذلك ما ينبغي الانتباه إليه هو توضيح المصطلحات الأساسية. لا يعني أنه يجب على المرء أن يفحص كل مصطلح على حدة، وليس كل المصطلحات التي لها نفس الأهمية، وبالتالي لا جدوى من التساؤل عن المعاني المختلفة لفعل العصيان، لأن هذه المعاني مرتبطة منطقيا بالمعنى المعطى لكلمة قانون. وبالمثل هناك مواضيع لا تحتاج إلى توضيح من خلال إعادة الصياغة، حيث أن صياغتها واضحة ولا لبس فيها. يعني كل هذا العمل التوضيح يجب أن يقودك بعد ذلك إلى توضيح المعنى المطروح، موضوع المطروح. وهنا فإن السؤال المختار هو: هل لنا الحق في عصيان القانون الأخلاقي والقانون القانوني أو القانون السياسي؟ لا يحتوي الموضوع أي موضوع يمكن اختياره على افتراضات مسبقة، مسمات قبلية. قد يكون من مثير الاهتمام أيضا معرفة ما إذا كان الموضوع يحتوي على واحد من المسمات الضمنية أو أكثر من الافتراضات المسبقة. مثال: هل الحرية مجرد وهم؟ هل الحرية وهم؟ الحالة الأولى يحتوي السؤال على افتراض مفاده أن الحرية مجرد وهم، ومن ثم فهي مسألة معرفة ما إذا كانت هي ذلك فقط. في الموضوع الثاني السؤال مفتوح تماما ولا يحتوي على افتراضات مسبقة. بعد يعني نحن كنا بصدد مسألة كيفية العثور على إشكالية. الآن كيف يمكن بناء إشكالية؟ يعني العنصر الثالث: كيف يمكن بناء إشكالية؟ يجب أن يقودك تحليل مصطلحات الموضوع إلى تحليل دقيق للمشكلات التي يثيرها الموضوع، وهي المشكلات التي لا يمكن اختزالها في السؤال المطروح. بعبارة أخرى السؤال المطروح ليس مشكلة، إنه يسبب مشاكل. لكن ما هي المشكلة؟ بروبليم. من الناحية اللغوية فإن المشكلة يعني من الكلمة اللاتينية بروبليما، ويعني عقبة. مشكلة سؤال يجب حله. هي عقبة شيء يمنعنا من المضي قدما في التفكير، من القيام بما نريد أن نفعله في سياق يعني الرسالة. المشكلة هي يمنعنا من الإجابة على السؤال المطروح يعني في سياق الموضوع. لذلك لا تخلط بين السؤال والمشكلة. خذ على سبيل المثال سؤال كم الساعة. يظل هذا السؤال بسيطا، سؤال بسيط إذا كان لديه ساعة على معصمي أو هاتفي الخلوي في جيبه يمكن الإجابة عليه على الفور، لكنه تصبح مشكلة إذا لم يكن لدي أي طريقة لمعرفة الوقت. عندئذ سأضطر إلى معرفة كيفية حل هذه المشكلة، أي إيجاد طريقة لمعرفة الوقت. في إطار المقال يتم فهم المفاهيم والمفارقات المحتملة للموضوع مرة واحدة فقط، بحيث يمكنك إنشاء مشكلة. للقيام بذلك يجب أن تثبت أو تثبت أن الإجابات الفورية على السؤال تؤدي إلى عواقب لا نريدها. هذه العواقب التي لا نريدها هي التي تشكل المشاكل الشهيرة التي تمنعنا من الإجابة على السؤال المطروح. ولكن في المثال المدروس يبدو أن الإجابة بنعم تقدم تناقضا بقدر ما ينص القانون على الالتزام والواجب ويجب إطاعته. لذلك نرى أن فكرة الحق في عصيان القانون تنفي مفهوم القانون ذاته مثلا، يعني في الموضوع الذي تم الاختيار عليه الموضوع الأول. ولا التناقض مشكلة، لأن الخطاب المنطقي يجب أن لا يتعارض مع نفسه. العكس من ذلك فإن الإجابة بلا تعني أنه لا يمكن المرء أبدا عصيان القانون. إذن ما العمل بالقوانين السائدة في الأنظمة الديكتاتورية أو الشمولية، أو حتى القوانين التي تبدو حتى في الأنظمة الديمقراطية غير عادلة بشكل واضح، والتي تتعارض مع حرية الفكر على سبيل المثال، أو أن تكون عديمة الفائدة. بالراحة يمكنك بناء إشكالياتك على شكل جدول. نعم لديك الحق في عصيان القانون، المشكلة القانون قاعدة يجب إطاعتها. لذلك فإن القول بأن المرء له الحق في عصيان القانون يبدو متناقضا
أن يكون له الحق في أن يكون. ثانيا، ليس لدينا الحق في عصيان القانون. المشاكل: ماذا لو عارض القانون الأخلاقي قانونا قانونيا، بمعنى آخر أو قانون سياسي شرعي؟ ماذا لو تناقض قانون معمول به مع إحساسنا بالعدالة؟ ثانيا، ماذا تفعل إذا كان القانون يتعارض مع قانون من نفس الطبيعة؟ إذا كان يتعارض مع الدستور على سبيل المثال. في مواجهة هاتين المشكلتين التي أثير بشكل عفوي، يبدو أن القضية الخاصة بالموضوع هي ما إذا كان من غير الممكن عصيان قوانين معينة لدولة ما تقليدية وبالتالي ذات طبيعة نسبية باسم معيار أعلى، مما يجعل من الممكن الحكم على شرعية هؤلاء في هذه الحالة أي واحدة. بمعنى آخر، ألا يوجد مستويين مختلفين من القانون: قانون خاص بكل مجتمع وقانون عالمي طبيعي أو مشتق مما يسمى حقوق الإنسان. بمجرد صياغة الإشكالية يجب عليك بناء خطة مهمتك بطريقة تحل جميع المشكلات التي أثارتها تدريجيا وبشكل مدروس جيدا، وبالتالي يمكنك النجاح في الإجابة على السؤال المطروح. يعني بعد الاهتمام بالإشكالية نأتي إلى تنظيم الموضوع، مقدمة والجوهر والختم. نبدأ بالمقدمة. مسألة تنظيم الموضوع هي مسألة بيداغوجية مهمة جدا في العمل التحضيري. المقدمة الغرض منها هو جذب انتباه القارئ وجعله يفهم المنهج المتبع، أنه أمر حاسم لأنه يجب أن يثبت له أن الموضوع قد تم فهمه جيد. هذه المقدمة هي التي يجب أن تسلط الضوء على ما هو على المحك في الموضوع، والتي تحاول إبراز الإشكالية التي لا تظهر بالكامل في البيان ولكن مع ذلك مضمنة فيه. لمساعدتك في تنظيمه يمكنك اعتماد المنهج التالي. أولا، قدم الموضوع، يعني المقدمة، على سبيل المثال باستخدام اقتباس أو مرجع أدبي أو فلسفي، أو ببساطة حدث تاريخي أو حالي، أمر حالي، حدث حالي أو راهن. يجب أن يكون المعيار الوحيد الذي يتم الاحتفاظ به وأهمية دخولك إلى الموضوع، ما الذي يجب التفكير فيه. على سبيل المثال في التدمير الأخير من قبل نشطاء مناهضين للعولمة لحق من المحاصيل الزراعية المعادلة وراثيا، وهو عمل واضح من أعمال العصيان للقانون. إذا كان موضوعنا هو هل يمكننا عصيان القانون، نبدأ ب ما حدث من قبل النشطاء مناهضين للعولمة لحق من المحاصيل الزراعية المعادلة وراثيا والذي تم تدميره. هل هذا الأمر شرعي أم غير شرعي؟ اقتبس بيان الموضوع بأكمله، ثم أقوم بإبراز الإشكالية التي حددتها مسبقا بطريقة واضحة استفهامية. القيام بذلك يجب على المرء أن يحاول إعطاء إجابات فورية على السؤال المطروح، ويظهر بالاعتراضات أن هذه الإجابات تحتاج إلى تبرير مطول. في البداية يطرح أسئلة، ثم يظهر إجابات فورية قصيرة، ثم يقدم اعتراضات على هذه الإجابات، وحاجة هذه الإجابات إلى تبرير مطول. أعلن بعد ذلك، ودائما في المقدمة أعلن عن مخطط أطروحتك أو مقالتك في الجوهر. يجب أن يوضح هذا كيف ستشرع في الإجابة على السؤال المطروح. كيف نأتي الآن إلى جوهر الموضوع. هذه المقدمة انتهت. يجب تقديم التطور الفلسفي في جوهر الموضوع على شكل مناقشة، أي في شكل نقاش حول تبادل الحجج ووجهات نظر متناقضة. إن دينامية الفكر هي التي تشكل جوهر المقالة في الفلسفة. يجب أن تظهر المشاكل الكامنة في هذه المقالة أو تلك، في هذا الحل أو ذاك الذي تم تقديمه لمحاولة حله. ماذا عن الأمثلة؟ عليك أن تتعلم كيفية استخدامه بشكل جيد. إذا كان لابد من الأسبقية للعمل على الفوارق المفاهيمية، فإن المثال مع ذلك يوفر توضيحا تصوريا للتفكير والذي يعطي مزيد من الكثافة له. كن حذرا إذا كانت قوة الأمثلة تكمن في قدرة الإقناع لديه، فإن ضعفها يكمن في خصوصيتها وبالتالي نسبيتها. لا تنسى أبدا أن أحد خطوط التفكير يمكن أن يكون عاما، هذا هو الغرض منه، ولكن هذا المثال دائما ما يكون خاصا ومحددا. ماذا عن المراجع الفلسفية أو الثقافة العامة بشكل عام واستخدامها في المقالة؟ كيف خاصة في الجوهر؟ لا ينبغي أبدا أن تركض في الفراغ، أو لا يجب أن تقرأ الأطروحات والمذاهب دون ربطها بالموضوع بشكل وثيق صلة المشكل المطروح، المشكل الفلسفي أو المشكلة المثارة حول الموضوع. نحن لا نهتم بما قاله كانت أو سبينوزا عن الحرية. من ناحية أخرى
استغرق هؤلاء المؤلفون الوقت الكافي للتفكير في مشاكل متعلقة بهذا المفهوم وتقديم استجاباتهم الخاصة لهم. فقط إذا كانت هذه المشكلات هي التي تواجهها بنفسك، فهل من المفيد لك استخدام أفكارهم يعني أفكارهم حول المسألة. لذلك ارجع إلى الفلاسفة ولكن بفتنة. المأزق الذي يجب تجنبه خارج الموضوع، يعني أن تخرج عن الموضوع. خروج عن الموضوع، يجب أن لا تخرج عن الموضوع. عليك أن تظل دائما في الموضوع. تأكد من التعامل مع الموضوع ومع الموضوع فقط، يعني في جوهر الموضوع. بمعنى آخر لا تحاول إرفاق أفكارك أخرى بالموضوع، وربما تكون معروفة لك بشكل أفضل، ولكن ليس لها سوى علاقة بعيدة بالسؤال المطروح. اسأل نفسك دائما هذا السؤال: هل أجيب على الموضوع الآن أم لا؟ إذا كان بالسلف أنت خارج الموضوع. بعد ذلك، بعد يعني الجوهر، نأتي إلى الخلق وهي الخلاصة أو الاستنتاجات العامة. يجب أن يسمح لك بالرد بوضوح ودقة على الإشكالية المصاغة في المقدمة، وبالتالي على الموضوع القيام بذلك يجب عليك تلخيص مراحل تفكيرك، الطريقة التي حللت بها جميع المشكلات المطروحة، وإنجازات تفكيرك التي دفعتك إلى صياغة إجابتك. ليس من المفيد أن تفتح، حتى أنصح بعدم القيام بذلك بمنظور جديد. لا داعي للانفتاح. يمكنك أن تلتزم بشكل متواضع بالنقطة الأخيرة وتغلق المناقشة التي فتحها السؤال، والمشكلة أنه نسختك بإجابة واضحة ودقيقة على السؤال المطروح. إذن هذه مداخلتنا كيف نكتب مقالة في الفلسفة. شكرا جزيلا على حسن الانتباه. أرجو أن تكون هذه الإطلالة المنهجية قد يعني أرضت شغفكم. إلى اللقاء في مداخلة قادمة.